السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل وتقييم أداء الدولي الجزائري ياسين عدلي مع فريقه ميلان ضد فريق لازيو بطولة الدوري الإيطالي. التعرف على التقييم وإحصائيات اللقاء اليوم. قبل البداية في التوصيل والدخول في الموضوع، أتمنى منكم أن لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو لكم جديد. لنبدأ على بركة في التفاصيل أكثر. بعد المباراة الكبيرة التي قدمها ياسين عدلي في المباراة الماضية، المدرب بيورلي يكافئه ويشركه أساسي في قمة ضد لازيو بطولة الدوري الإيطالي. لعب 70 دقيقة بالتمرين كما في لقاء اليوم. تحصل على تقييم 6.7 كتقييم على أداء ولا مردوده. إحصائياته في المباراة كالآتي: سدد تسديدة واحدة تم اعتراضه عن طريق الدفاع، صنع فرصة واحدة، نسبة التمرير وصلت إلى 84%، نسبة التمرير الطويل وصلت إلى 60%، والعرضية بنسبة 50%، والمراوغات بنسبة 100%، ولمس الكرة 57 مرة في اللقاء. أداؤه رائع للأمانة. قدم مستوى جيد في لقاء اليوم في وسط ميدان نادي إي سي ميلان. لعب دور مهم بين الربط بين الدفاع والهجوم بطريقة رائعة وجيدة. دقة التمريرات كانت جيدة في لقاء اليوم. للأمانة أداء رائع من اللاعب ياسين عدلي، ومن مباراة أخرى يثبت على أنه يستحق أن يأخذ فرصة مع الفريق الإيطالي إي سي ميلان. المدرب حاليا يعطي فرصة، ويجب على اللاعب إثبات نفسه كلاعب مهم في الفريق. كما قلت، حاليا يستغل الفرصة بأفضل طريقة، وهو التألق في مباراة الدوري الإيطالي في المباراة الماضية وهذه المباراة. نتمنى أن الاستمرار في هذا التألق والإبداع. سوف يأخذ الأساسية في المستقبل إذا استمر على هذه النحو. هذا هو كل شيء مدينة. ما هو رأيكم الشخصي حول اللاعب ياسين عدلي، وكيف تقيمون أداءه في لقاء اليوم ضد لازيو؟ لا تنسى الاشتراك، وإلى اللقاء.